أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آخر باب في الكتاب الأول وهو باب تاريخي فيه سرد تاريخي فقط عن الشرك متى بدأ، خصوصا ما يتعلق بشرك الألوهية، وهو تابع لحقيقة الشرك، وإنما هو باب مراعى فيه السرد التاريخي والنظرة التاريخية للشرك متى بدأ فعلا. سابعا باب متى ابتداء حدوث الشرك في هذه الأمة. والرافضة هم الذين أحدثوا الشرك في هذه الأمة، فهم أول من أحدث الشرك في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأحرقهم بالنار، وهم أول من أحدث الشرك في النبوة بعد حرب المرتدين، فادعى المختار بن أبي عبيد الثقفي النبوة واشتراكه فيها، ثم أحدث الشرك بالأسماء والصفات حيث شبه الله بخلقه فخرجت منهم طائفة مشبهة، ثم فيما بعد أحدثوا الشرك في الألوهية عن طريق القرامطة في بعض البلاد، رفعوا لواء الشرك في عصرهم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن القرامطة: إنهم أظهروا شرائع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين، لكن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة، فأجمع أهل العلم على أنهم كفار مختصرا من السيرة له. وكذا بني بويس. قال عبد الرحمن بن حسن أن للحادث بالتوحيد العملي توحيد القصد والطلب، فذلك وقع لما صار لبني بويس الديلمي في المشرق دولة فأظهروا الغلو في أهل البيت وبنوا المشهد بزعمهم أنه قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبنوا على قبر الحسين وغيره من قبور آل البيت وعبدوهم بأنواع العبادة، وتبعهم على ذلك بنو عبيد القداح. وقال ابن تيمية: أول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض ونحوهم. في الرد على اللقمائي صفحة 47 بهامش تلخيص الرد على البكري. وقال أيضا: وأما الحجاج إلى القبور والمتخذين لها والمتخذون لها أوثانا ومساجد وأعيادا، هؤلاء لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم منهم طائفة تعرف ولا كان في الإسلام قبر ولا تشهد من حج إليه، بل هذا إنما ظهر بعد القرون الثلاثة. الرد على اللقمائي صفحة 100 بهامش تلخيص الرد على البكري. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: إن الاعتقاد في الأموات إنما حدث بعد موت الإمام أحمد ومن في طبقته من أهل الحديث والفقهاء والمفسرين. وقال الشيخ محمد في تاريخ نبي صفحة 20 و300 في رسالته إلى السويدي قال: إن أول من أدخل الشرك في هذه الأمة هم الرافضة الملعونة الذين يدعون عليا وغيره ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. وقال في كتاب التوحيد في مسائل: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. قال: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. انتهى كلامه. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن:
في قرة عيون الموحدين صفحة 45. وقد عمت البلوى بالجهل بعد القرون الثلاثة لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم، وبنيت عليها المساجد وبنيت لها المشاهد، فانتشر الأمر وعظمت الفتنة بالشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم في العبادة. وقال ابن الشكمان في كشف الشبهتين صفحة 93: أما مسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له فلم ينازع في وجودها أحد من أهل الإسلام ولا أهل الأهواء ولا غيرهم، وهي معلومة من الدين بالضرورة. وقاله قبله شيخه عبد اللطيف منهاج. وقال ابن تيمية في الرد على الأقناع في صفحة 95: إن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم وعندهم أصنام لهم من لبد وغيره وهم يتقربون إليها ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا ضال وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. ثم التتار أول من أحدث شرك التشريع فيما سمي الرياسة، وأهل البادية والقبائل فيما يسمى بالعادات والسنون. لن نطيل في هذا الباب لأنه سرد تاريخي فقط لمعرفة متى بدأ الشرك في هذه الأمة، والألف واللام في الأمة يقصد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنتسبين إليه أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فالشرك فيهم قائم أصلا، لأن الأمة أمتان: أمة الإجابة وهو من دعا القبلة، أمة الدعوة وهم الكفار الأصليون بعد بعثة النبي، اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى من أمة محمد باعتبار، لذلك قال الحديث الذي رواه مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة. إذا المقصود متى حدث الشرك في أمة الإجابة، وهي على قسمين: أما متى حدث على شكل فردي فهذه وقع في عصر الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث ادعى أناس فيه الألوهية فأحرقهم بالنار، يسمون الغالية الغلو، وادعوا فيه الألوهية فأحرقهم في النار. هذا على شكل فردي. أما على شكل جماعي بحيث أصبح ظاهرة وتيار شعبي أو ظاهرة موجودة، هذا حدث عن طريق القرامطة، وعن طريق العبيديين، وعن طريق بني بويه. كل هؤلاء رافضة. فإذا أول ما وقع الشرك في الألوهية على شكل جماعي وأصبح يمثل ظاهرة وتيار، هذه على أيدي الرافضة، وهو شرك في باب العبادة والاستغاثة والذبح. وأما أول ما حدث الشرك في باب الحكم والقوانين فهذه في عهد التتار. في عهد التتار حيث وضعوا قوانين وضعية. أما بالنسبة
العادات والتقاليد والسلوك التي يحكم بها، هذه وقعت في القبائل ولكن لا أعرف متى حدثت. ومن فائدة معرفة هذا السرد التاريخي لو قال قائل أين كلام الإمام مالك عن الشرك وأين كلام الشافعي عن الشرك؟ قلنا لم يحدث في زمانهم، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال ما حدث الشرك إلا بعد القرون المفضلة، إنما كان على شكل فردي قد يحدث هنا وهناك. لذلك نكون انتهينا من الكتاب الأول وننتقل الآن إلى الكتاب الثاني. انتهى الوقت ما شاء الله، زين انتهى الوقت، بقي الأسئلة. خلاص لا بأس.